أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. المتابعين الكرام أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم، أسعد الله رمضانكم بكل الخير. تحياتي إليكم في كل مكان. شرف المؤمن قيام الليل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أهل القيام. ليه؟ لأنه شرف المؤمن. أحب عمل أو أحب صلاة لربنا بعد صلاة الفريضة صلاة قيام الليل. صلاة قيام الليل ما فيش فيها منادي، لا مؤذن ولا حد بينده علينا في الصلاة إلا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل كل ليلة بينزل وبينادي علينا، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب دعوة أستجيب ليه في دعوته، هل من مريض محتاج الشفاء أشفيه. فبيسأل وبينده علينا. في سورة السجدة آية بتقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في ناس أجنبهم أو يعني جسمهم مش حابب إن هو يفضل طول الليل نايم، فطول الليل بيقضيه في أنس مع ربنا. ربنا بيحب اللي يأنس بيه. كل ليلة في وقت القيام ربنا بينزل لعباده، وربنا هو وتر فبيحب وربنا فرد صمد فبيحب الوتر، فبنجيله احنا كده لوحدنا من غير مؤذن، من غير صف اول، من غير حد يبقى معانا، فبنجيله كده لوحدنا نطلب كل اللي احنا عايزينه. استحالة ربنا يرد سائل ابدا. ربنا هو الكريم، فمن صفاته الكريم ومن اسمائه الحسنى الكريم، فاستحالة ربنا يرد دعاء حد بيدعوه يعني، وبالأخص لو دعاء المضطر، وهنتكلم بعد كده عن الدعاء. هو ايه الميزة اللي بتميز أهل القيام؟ عايز
قبرك يبقى منور، عليك بالقيام. عايز وجهك يبقى منور، عليك بالقيام. عايز قلبك يبقى منور، عليك بالقيام. عايز تبقى مركز في حياتك كده وعقلك دايما فطن، ويبقى ربنا فاتح عليك بذكاء وفراسة ويكون حد فطن كده وحد مصحصح زي ما بنقول، حد كده ناصح. فعليك بالقيام. قيام الليل بيلبسك ثوب النور، بيبقى كل عضو فيك منور، عقلك بيبقى منور، قلبك يبقى منور، لسانك يبقى منور. لسانك عارف ايه هي المفردات، مش اي مفرد بيتنطق، ومش اي حاجة. ربنا بيبعدنا عن اللغو. اهل القيام دي ربنا بيبعدهم عن اللغو. ليه؟ لان هم دايما في حبهم لربنا ملأ قلوبهم وملأ كل كيانهم، فلذلك حابين ان ما يتقالش كلام على لسانهم غير كلام ربنا، ما يفكرش قلبهم ويتدبر غير كلام ربنا، ما يفكروش بعقلهم ومخهم غير كلام ربنا. فهم دايما حاطين ربنا نصب اعينهم كده. طب هي في مميزات تانية؟ طبعا. يوم القيامة ربنا لما بينده على الناس، طبعا بيبقوا واقفين ما شاء الله، يعني عدد كبير من الوقت. يعني اول ناس هيحاسبوا هينده عليهم كده: اين اهل العزة والكرامة؟ يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ربنا طول الوقت شايفهم تعبانين في الدنيا، واقفين دايما في قيام الليل. فربنا طبعا لازم يميزهم بشيء. الميزة بتاعتهم بقى ان هم من اول ناس هيحاسبوا، او اول ناس هيقفوا بين ايدين ربنا. ليه؟ علشان ما يقفوش فترة طويلة. ربنا عايز يريحهم، ما ينتظروش فترة طويلة. هي في ميزة تانية؟ طبعا في ميزات كتيرة. قيام الليل ربنا بيحط محبتك في قلوب الناس. فدايما اهل القيام ربنا دايما وضع محبته في قلوب الناس، ودايما وجهه بيبقى منور. تدخل اي مكان كده تلاقي الناس بترحب بيك، تلاقي الناس بتحبك، تلاقي الناس بتحب تتودد اليك. 3 يضحك اليهم الله عز وجل ويتبشبش لهم. 3 ربنا هيبتسم ليهم وهيضحك لهم، وهيبقوا دايما كده فرحان بيهم وفرحان بوجودهم معاه. يعني مين هم؟ رجل تجافت جنوبه عن فراشه، فنادى ربه، فبيسأل فقام وتوضى وصلى ونادى ربه. فربنا بيسأل ملائكته: هو ايه حمل الي هذا العبد؟ فالملائكة بتقول: يا الله، خوفته فخاف، يعني ترجى فيك فبيطلب الرجاء يعني. فربنا بيرد على الملائكة وبيقول: قد أمنت عليه مما خاف منه، وأعطيته مما رجاه مني. فقائم الليل اللي هو دايما في قيام الليل مع ربنا، دايما بيريح نفسه في قربه وفي عبادته لربنا. في ناس بتاخد الحاجة السهلة اللي هو خلاص ارتاح من عبء طول اليوم في الشغل وما الى ذلك. يعني لا، في ناس بتطلب الحاجة الاصعب، الحاجة اللي فيها تحدي، الحاجة اللي فيها اجتهاد، يحب يجتهد دايما مع ربنا. فطول النهار في الشغل وطول الليل في القيام مع ربنا. طيب هي ايه في الاخر كده؟ ومما رزقناهم ينفقون في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
قيام الليل دي مش لازم بس صلاة، ممكن ذكر، ممكن قراءة قرآن، أي عبادة صالحة، أي عمل صالح بتقوم بيه إن شاء الله، حتى لو مذاكرة اسمها قيام ليل، لو بترعى أبنائها اسمه قيام ليل. فاللهم لك الحمد والشكر والفضل يا رب على نعمة الربوبية، اللهم لك الحمد والشكر والفضل يا رب على نعمة الإسلام ونعمة الربوبية، اللهم لك الحمد والشكر والفضل يا رب على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله، شفيعنا وإمامنا. اللهم أمين يا رب. ربنا يستجيب لكل دعواتنا يا رب. ربنا يعني يبلغنا دايما ويقدرنا دايما على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نتمنى بقى ان الفترة اللي جاية، الأيام اللي فاضلة من رمضان، نتذكر دايما الأدعية الجامعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من الأدعية الجميلة جدا المفترض ان احنا لازم نرددها طول الوقت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين يا رب. تذكرونا معاكم بصالح الدعاء، وأتمنى حضراتكم تتذكروا أخت عزيزة آلاء أم أنس. طبعا ربنا يكرمها يا رب، هي بتجاهد وبتقيم الليل طبعا في انها بتراعي الأنس، وفي مذاكرتها كمان. هي السنة دي آخر سنة في الكلية، رابعة كلية، ومعاها أنس، ربنا يحفظه لها يا رب ويخليه لها. يا ريت تذكروها معاكم في قيام الليل، ادعوا لها ربنا يحفظ لها أنس يا رب كده، ويقويها ويفرح قلبها كده ان شاء الله بنجاحها السنة دي كده، آخر سنة ان شاء الله، رابعة كلية آداب علم نفس. ربنا يكرمها ان شاء الله كده. وتذكرونا معاكم دائما بصالح الدعاء، ولا ننسى ابدا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اترككم في رعاية الله وامنه. رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرام لربه، يغشاه ذاك يحثه رمضان. كم تائب كم عائد كم نادم، والله رب دأبه الإحسان. الله يقبل من أتى فأبشروا، من تاب فليفرح أتى رمضان.